وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ بقالي كتير قوي ما طلعتلكوش. قلت قاعده زهقانه لوحدي فقلت ارخم عليكم بقى. وحشتوني قوي. الجو النهارده حر قوي بطريقه مش طبيعيه. خلصت عرايسي بدري النهارده ويوسف خطفني على النادي غصب واقتدار. مساء الفل يا روح. اه والله وحشتني قوي. ده انتوا اللي منورين الدنيا. قولوا لي عاملين ايه في الحر ده؟ الرموش انا مش بعملها، بس بعملها عند حبيبتي يعني نانسي كريم. بصوا هي بتقعد معايا شهر عشان انا بحافظ عليها، بس هي يعني الناس اللي لسه بتعملها جديد المفروض بتقعد معاهم اسبوعين، بس هي بتقعد معايا يعني اقل حاجه اسبوعين مع الناس الجديده، بس هي بتقعد معايا شهر عشان انا اتعودت عليها خلاص، بقى لي فتره كبيره بعملها. و يعني بقيت بحافظ عليها على قد ما اقدر، ان انا اغسل بغسول ما يبوظهاش، ما احطش ميك اب في عينيا. هي بس ممكن زي ما انتم شايفين كده بحط داي شادو بس وخلاص. فالموضوع ده يعني بيحافظ عليها قوي، يعني بيخليها تقعد معايا اكتر. بس هي في العادي هي بتقعد آه، اسبوعين. يا ابني انا فاتحه لايف روح. مش عارفه انت بردان لي، البس البرنس. بس فانت لو حافظتي عليها بتقعد عادي. الفنانه اللي بتخرج امارات، والله انت اللي قمر. هو يعني والله انا بشوف كل العرايس امارات، هم عايزين اللي يزاروا شخص بسيط كده يزارهم بس. ليه والله ما برد على كل الناس. حبيبتي انا كمان بحبك قوي. انا جيت لك كنت مشيتي مروه. هو انت على فكره يا مروه بتجيلي كنت مشيتي يا بنتي، انا والله العظيم لسه اديكي ميعاد وتيجي فيه. مش اخر مره كنا متفقين ان انت جايه لي وتمام وزي الفل وما جيتيش ولا شفتك من يومها. بصي انا مسافره الفرع التاني بعد ما اخلص شغل بكره عشان عندي عرايس هناك. لو كده تعالي لي لحد ابقى قاعده طول اليوم في السنتر، مش هتحرك من السنتر. فلو كده تعالي لي لحد ظبطي كده وكلميني. والله انت اللي قمر يا مروه، بحبك قوي يا روح. تعالي بقى لحد عشان انت وحشتيني بجد. صح مش انا كنت اديتي ميعاد وما جيتيش. استنيه فرح اخويا عشان اشوف الابداع معانا، يلا بقى. باذن الله يا حبيبتي. استنوا اثبت ده عشان ايدي بتوجعني. مريم يا روحي حبيبتي، ربنا يخليكي يا مريم. هجيلك احجز عندك الشهر الجاي. ماشي يلا. يلا بقى عشان نعمل ريل جامد. عرايسي مظبطين الريل اليومين دول. عادي يوسف. خلص حضرتك. يوسف عنده تمرين الساعة 9 تمام، وهو في البسين حاليا. فان انت اصلا يعني تحلمي ان هو هيمشي من النادي قبل 11 بالليل، ما اعتقدش. لو انت بقى قاعده بتقولي، لكن يوسف ما بيسيبش النادي قبل 11، يعني لازم نقفل مع السكيورتي، الناس تقفل احنا نمشي معاهم. انا ما ورايش حاجه من الساعه 11 ل 11 ونص غير يلا يا يوسف نمشي، يلا يا يوسف نمشي، ويوسف ما بيردش عليا.
حبيبتي يا مي، ربنا يخليكي يا رب. هقول له يا مروه شوفي لو انت قاعده اجيبهولك بعد ما نخلص. ممكن اعدي عليكي بكره بالليل يعني. بكره هو ما عندوش تمرين خالص. بحبك قوي قوي قوي، كل ده قوي والله العظيم انا بحبك قوي. ممكن اعرف الشعر بينزل ليه بعد البروتين؟ بصي مش دايما، هو حسب الماده. ممكن عشان ما نظلمش حد برضه، هو كذا عامل. ممكن 3 حاجات ممكن تكون: واحد ان الماده تكون الكيميكالز فيها عاليه او الفورمالين فيها عالي، فده بيسبب ان احنا بعد ما بنعمله بيبقى الشعر مفرود وحلو وكل حاجه، بس بيبقى قوي على الشعر فبيبدا ينزل بعد كده. دلوقتي في مواد كتير قوي امنه زي الماده اللي احنا بنستخدمها الحمد لله، دي ما بتاذيش اصلا. الشعرايه بتفضل زي ما هي، يعني لو بتقع قبل البروتين او يعني لو هي اصلا بتقع كتير، هو الفيلر او البروتين مش بيمنع تساقط. يعني أنا لو شعري بيقع هيفضل يقع. ما يقعش ازاي؟ ان انا استخدم امبولات او سبراي او حاجات ضد تساقط الشعر عشان خاطر تحسن لي الموضوع. تمام. تاني حاجه بقى، لو انا عملت فيلر وهو كويس، ممكن يكون شعري اصلا كان بيقع في العادي، بس هو لما بيبقى الشعر كيرلي بيبقى ملفوف على بعض، فلما بيقع بمسكه في ايدي بلاقيه حاجه قليله، ما بحسش ان هو بيقع قوي. لما الشعريه بقى بتتفرد وبتقع فتشوفيها انت بطولها، فطبعا بتحسي لا ايه ده انا شعري بقى يقع بعد البروتين. مش كل المواد ومش كل الاماكن. اختاري المكان كويس واختاري الماده كويس، واكيد لو اخترتي مكان ليه اسمه هيبقى خايف على اسمه. يعني انا الحمد لله عندي ناس معايا دلوقتي على طول بيعملوا فيلر كل 6 7 شهور حسب الريتس عندهم، فالحمد لله مبسوطين ومرتاحين وشعرهم ما بيقعش خالص. منوره بيكي يا روحي. ماشي يا مارك. كولاجين بينشف الشعر؟ مش عارفه، بس الكولاجين انواع برضو. بس لو براند كويسه لا ما ينشفش طبعا، هو المفروض بالعكس يطري ويعالج. انا ما بعملش حاجه عشان انشف شعري. لما بعمل اي تريتمنت، كولاجين، فيلر، كافيار، بروتين، كيراتين، اي حاجه من الحاجات دي انا بعملها عشان احسن الشعرايه، فاكيد مش بينشف. وبرده ما اعرفش الماده اللي انت هتستخدميها حبيبتي. ما اعرفش الماده اللي انت هتستخدميها، بس المفروض اني بعمل حاجه تحسن مش تنشف. وبرضه في حاجات انتوا بتعملوها غلط. يعني انا ممكن اكون عامله جلسه تريتمنت حلوه قوي واجي انا ابوظها في البيت. ممكن استخدم روتين غلط، ممكن استخدم برودكت غلط. اكون انا جايبه شامبو اصلا بينشف لي شعري، ممكن اكون جايبه حمام كريم مش قوي. الماسك عامل مهم قوي، ان انا ما اغسلش شعري بشامبو بس، لازم احط كونديشنر او ماسك. لازم يعني حمام الكريم ده من الاساسيات. حتى لو شعرك دهني، على فكره في ناس تقول لي اصل انا شعري دهني، هو اصلا كده كده بيدهن فمش هحط. لا، حطي على الاطراف، ما تحطيش فروه راسك، بس هتلاقي الشعرايه طريه ولما تسرحيه مش هيتعبك. فالروتين مهم قوي يا جماعه. العدسه سوليتيكا، سيري جرين تقريبا، وهتاكد لكم برضه، بس هي سوليتيكا. هي جديده بس اول مرتين البسها فعجبتني قوي، حسيت ان هي مريحه و... وطبيعيه قوي. حبيبي العسل يا روح. لا هي حلوه بصراحه، واحلى حاجه فيها ان القطر بتاعها بيخلي شكل العين زي مني الطبيعي بالظبط، يعني مش فيك ولا محدده ولا كده. بس انا عندي شويه تعبانه، عندي جفاف في عينيا، فتلاقوني كل شويه ببرجل، بس بستخدم قطرات اليومين دول بسبب الجفاف في العين. ربنا يخليكي يا حبيبتي، يبارك في ولادنا كلهم يا رب ويحفظهم وينجحهم، يشوفهم احسن ناس في الدنيا يا رب. اكيد دي اكتر حاجه كلنا بنتمناها.
عامله لكم انا اوفر على باكج الزيتات الايام يعني الايام اللي لسه موجوده معايا فاضيه، عامله لكم اوفر ما حصلش. مفيش حاجه، عامله لكم اوفر ما حصلش قبل كده. حبيبتي يا جماعه بتكسبوني